المقطع ده معمول لكل الناس اللي بتقول إن حياتها صعبة وإن صعب عليهم يوصلوا لأهدافهم، وإنهم مميزين بصعوبات حياتهم، إنهم مش هيقدروا أبدا يوصلوا لنفس الأهداف اللي أي حد تاني قدر إنه يوصلها. تعرفوا، أنا كان عندي نظرة مشابهة للنظرة دي ولفترة طويلة من حياتي، لحد ما شفت مقولة بتقول كل حاجة في الحياة بتتطلب ثمن. كل حاجة، أي حاجة أنت عايز تحصل عليها لازم تدفع ثمن في مقابلها. مفيش حاجة في الحياة دي مهما كانت هتحصل عليها بالمجان. انا مآمن ايمان تام من داخلي ان مفيش حد هيتولد ثري، فقط يتولد ثري وهيحصل على كل حاجة في الحياة، مش فقط بمبدأ الدين وبالمبدأ اللي احنا كلنا نعرفه انه مش كل مفيش حد كامل الا الله سبحانه وتعالى، لكن كمان عايزك تفكر فيها. ازاي الشخص الثري اللي ما مرش بكتير من التجارب اللي مر بيها حد تاني، بناها من الصفر وعافر فعلا واحتاج كتير من التعب واحتاج كتير من الحظ واحتاج كتير ممكن بشخصيته التضحيات، بناس بيحبها التضحيات بأشياء مجنونة عشان يوصل لأول جزء فقط من ثراء أبو الشخص التاني، والتاني يتولد يلاقي أبوه ثري ثراء فاحش وبعد كده يعيش حياة هادية راقية. مش أقول لكم إن هو بيكون الشخصية الضعيفة اللي أنتوا بتشوفوها في المسلسلات وفي الأفلام، بالعكس هو بيكون عنده نوع ذكاء برضو الشخص التاني ما حصلش عليه من بيئته، لكن ده في حاجات كتير كتير هو ما شافهاش لأنه فقط اتولد لقى نفسه ثري ثراء فاحش، فهيدفع ثمن الثراء ده من حاجات تانية، من أشياء ممكن أنت بالنسبة لك تكون هي في منتهى البساطة وبتتعداها في رمشة عين، لكن بالنسبة له هو دي حاجة ممكن تدمر حياته برمشة. علشان كده لا انت ولا هو مريتوا بأفضل حياة، دائما هتفضل في تجربة انت ما عشتهاش، سواء كنت عايش فقير او سواء كنت عايش غني او كنت عايش بين البنين، في تجربة ما عينك ما شافتهاش، في شعور معين كان من المفترض ان انت تتعلمه وما تعلمتوش في المرحلة دي. دلوقتي اتوقع مفتاح انك تكون سعيد في حياتك بقى واضح. كل ما تحب اكثر تزيد من ذكائك او من قوتك او من فلوسك او ايا يكن نوع الهدف اللي انت بتسعى له، فقط من المفترض ان انت تزود كمية التجارب اللي انت المفروض تاخدها في حياتك. كل ما زادت كمية التجارب وكمية الاغلاط اللي انت بتقع فيها، كل ما قدرت توصل اكتر لمرحلة من الفلوس، كل ما قدرت توصل اكتر لمرحلة من القوة مش اي حد يقدر يوصل لها. طب ازاي تقدر تاخد كمية التجارب الضخمة دي؟ انك تجرب، بانك تشتغل 24 ساعة. انا دايما بشوف المفاهيم اللي هي متعلقة بان انت من المفترض عليك انك ما تشتغلش 8 ساعات، ما تشتغلش 8 ساعات في شركة او 12 ساعة عند حد، لانك كده انت بتشتغل عبد، انت هتشتغل 24 ساعة. ده النظرية دي صح وغلط في نفس الوقت، لان انت لو هتشتغل 8 ساعات او 12 ساعة عند حد فانت هتاخد تجارب وهتتعلم وهتوصل لمرحلة الشخص التاني اللي ما عملش حاجة ببيتهم انت اكيد متفوق عليه بمراحل عديدة، انت اكيد متفوق عليه بسما وارض. لكن لو في المقابل عندك الفرصة بانك انت تشتغل 12 ساعة دول على نفسك، لو هتوصل نفسك فيهم لمرحلة من العلم او من الذكاء او من القوة او من الفلوس او من التجارب او من الشغل على نفسك اللي هتوصلك لهدفك، فلا كده احسن.